السلام عليكم أينما كنتم مشاهدينا ومستمعينا متابعي برنامج كورة على الهواء مباشرة. حلقة جديدة نبدأها بأبرز المتابعات ونشاهد معكم حفل انطلاق دوري نجوم العراق. قرعة إلكترونية ويعني كل الفرق، اكو فرق مثلا راح تطلع خارج ملعبها مباراتين واكو فرق داخل ملعبها. يعني اعتقد ان العداله موجوده لان ماكو تميز بين فريق وفريق، وان شاء الله خير. كل الفرق لازم تطلع وكل الفرق لازم تلعب ملعبها ان شاء الله. يعني جميل انه دوري وقرعه وحضور شخصيات مهمه يعني واهتمام كبير بالدوري النجوم. الاجمل انه كره القدم الاديداس، شركه اديداس اللي خصيصا للدوري العراقي، نشعر انه هناك حقيقه قفزات يعني تحدث. حقيقة مثل ما تفضلت، يعني شفت آلية القرعة وتوزيع الكراس، وكذلك شفت الجوائز اللي راح تقدم منها جائزة أفضل لاعب وأفضل لاعب واعد وهداف الدوري وأفضل حارس مرمى. وهذه الجوائز هي يعني تعرفون يعني جديدة، وكذلك هي حافز للاعبين الشباب ولاعبين الموجودين في الدوري حتى ينطلقون من هذه الانطلاقة. رئيس النادي حيدر شنشول في تصريح لكورة اللاليغا مترصدة نادي الزوراء هذا الموسم والموسم الماضي. يعني هو ممتعض. انا حكيت ويا اللاليغا الاسبانيه، حكيت وياهم تيباس، هم وصلوا لي قالوا ماكوش قرعه 3 لعبات خارج ملعبه. قلت لهم لا انتم زين سويتوا 6 لعبات خارج ملعبي. قالوا شلون؟ قلت له اذا قانون اتحاد كره القدم قال مباريات جماهيريه بملعب الشعب، الزوراء بالدور السابع يلا يلعب بملعب الشعب، العفو يلعب ملعب الزوراء بالدور السابع. ما اعرف هي اللاليغا مترصده الزوراء العام والسنه 100% بإيراد لا حد. انا ما اقتنع هاي مال هاي. اذا اكو عداله انت تتابع الدوري الاسباني. شفت في يوم ريال مدريد لعبوا هسه قال لي اكو، قلت له ماكو، انا وياك هسه ندخل او برشلونه تلعب او ريال مدريد، اي واحد يلعب كلاسيكو وراه ويا اتلتيكو مدريد وراه ويا اتلتيكو بالباو. هاي ما شفتها انتم شايفيها؟ لا شايفيها ماكو. تحية أخرى مشاهدينا الأكارم، يسعدني أن أرحب بضيوف كورة لهذه الحلقة. سيكون معي من زاخو العزيزة ممثلا عن الجماهير أحمد قولي. حياك الله، أهلا وسهلا أحمد. ممنون زور سپاسی بو کانال فراد کو هم هوانی ولی که نیویم بشن خدمت آوا بگین و هم دیسا به خدمت همی پشتوانت عراقی بگین. شقد بالمية تقدر تحكي عربي؟ والله تقريبا 50%. 50 نسبة جيدة، نجاح. فنجرب نحكي شوية عربي وبعدين ان شاء الله اللي كلش ما تقدر لها فرها على الكردي، واحنا نعتز بكل اللغات ان شاء الله. وانت عزيز وجيتك غالي علينا، وانتم في زاخو بشكل عام مسالمين تحبون كرة القدم، فحياكم الله واهلا وسهلا بك. سيكون معنا في هذه الحلقة أيضا أمير المالكي ممثلا عن جماهير الزوراء، وعلي المالكي ممثلا عن جماهير القوة الجوية، محمد السلطاني ممثلا عن جماهير الطلبة، وحيدر نجاح إن كان معي من النجف. حياك الله حيدر، أهلا وسهلا بك، صورتك طالعة في كورة، منور. شلونك حيدر؟ الله يحفظك، الله يحفظك أستاذ علي. تحية إليك وكل ضيوفك، أهلا وسهلا. وسيكون أيضا معي ممثلا عن جماهير نادي الغراف الصاعد الجديد لدوري نجوم العراق علي عبد الكريم، وسيكون معي ممثلا عن جماهير الموصل الصاعد أيضا لدوري نجوم العراق علي الصميدعي. فيما يتعلق بنادي الشرطة اتصلنا بجميع قادة المدرج واعتذروا لأسباب مختلفة فيها عائلية وفيها ارتباطات. نعتذر من بقية الأندية لعدم إتاحة الفرصة باعتبار أنه البرنامج ساعة تلفزيونية لا يستوعب كل أنديتنا الجماهيرية. هذا الموسم عندنا أكثر من 14 نادي جماهيري، فصعوبة أن تستضيف 14 واحد. خلي أبدأ مع أحمد بالحوار لحين وصول الضيوف والآخرين إلى كورة. أحمد، شنو استعدادات زاخو الجماهيرية هذا الموسم؟ والله ما بکی هر سال برهویت باشید انجام دادن بو هنده کو دیسا و روی جوان باشه رضا خو نشان بدیم، هم دیسا و روی جوان تطبیع عراقی جمهورية زاخو راوية الجمهورية العراقي، الجمهورية العراقي يستاهل التشجيع عالم بالعالم يعرف. بلكي
يعرف جمهور واش جواب زاخو خديت ياكو عاشق على او الكرة شالكي كان صلاة الدول الباقية تعرف العراق عندها جمهور قوي وجمهور مثقف وجمهور واعي جمهور يحب الكرة. وان يونين دي ترين عراقي همين دقابة داس خاشيا البشتابون دائما يجوزون الشكر والشكر التقدير والشكر وان شاء الله نقدم على افضل الموسم وعندنا مفاجأة ان شاء الله الموسم ونتمنى همنا نخدم المنتخب همنا. احمد اريد اسالك سؤال. نعم. واتمنى الجواب يكون بالعربي لان هذا السؤال انا يعني شخصيا حاب اسالك اياه. ما يقدمه جمهور زاخو على المدرج بالجنبه الايجابيه اتحدث لان بعدين راح اجيك باسئله سلبيه. بالجنبه الايجابيه تقدمون صور جميله جدا، دخلات، صور مميزه على المدرجات، قياده لطيفه، الملعب يتزين باجمل صوره. وحتى الانضباط التشجيعي انت سبب رئيسي بوجودك كقائد للمدرج. هذه الافكار شلون تنفذوها؟ شنو كواليسها بالتطبيق؟ عندنا تقريبا 25 نفر اصدقائنا تمام بغربنا ونقعد ونحكي يعني شلون نسوي شلون هاي الفعاليات يعني فقط 25 نفر؟ هي 25 فقط نفر فقط. هاي جروب اولتراس. جيد. اولتراس كل واحد يقول هاي فكرة. هاي فكرة جيد. بعدين تختارون أجمل فكرة. تختارون أجمل فكرة. هم تيفو هم فعاليات وهم يعني تشجيع يعني هاي كل شيء نقعد كل واحد اكو اي شيء يقول بعدين نشيل فكرة ونشتغل وننفذها. اغلى فكرة نفذتوها بالدوري ايش قد كلفت ماليا؟ ماليا والله مباراتنا ويا نوروز يعني كل الفعاليات كله تقريبا اقول لك 10 ملايين يعني مباراة واحد. مباراة واحد شالنا تيفو تقريبا 500 متر وهم سوينا تيفو بالنايلون يعني هاي اول مرة بالدوري العراقي يشيل الملعب كله يشيل نايلون بالعالم زاخو يعني بها يعني هاي مصاريفات كلها شغلنا بملعب وهيك يعني كله تقريبا 10 ملايين راح. الاموال اللي تصرف من قبلكم اولتراس نعم منين تستحصلون عليها؟ لان قانون الاولتراس يكون خاص. نعم يعني اول مره احنا طلعنا كاولتراس صديقنا جماعتنا مال اولتراس يعني كل واحد منه يجيب فلوس من جيبه. بعدين من يطلع هاي الاولتراس يعني صار قوي اكو شركات يدعمنا اكو شركات يدعمنا اكو ناس يعني يدعمنا هيك لين حتى اولتراس صار هيك يساعدونا ممتاز يعني شركات وناس. منو ينافس زاخو كاولتراس بالعراق؟ شرطه والله الشرطه ينافس زاخو يعني ولا ذكر الجويه لا ذكر الزوراء لا ذكر بس الشرطه ينافسكم. ايه الشرطه يعني يا عم انا ما لي علاقه من زمان. تفضلوا شباب حياكم الله. يا الله السلام عليكم. عليكم السلام استريح. هلا حبيبي هلا كابتن اخبارك عزيزي؟ شلون الصحه؟ هلا كابتن هلا حبيبي هلا تصير يعني تصير مواعيدكم هي جاي من زاخو واصل قبلكم. بغداد اي فمن زاخو اقرب صح. حياكم الله اهلا وسهلا. شنو هم كلهم بالنص عادي؟ يلا نفس الشيء. حياكم الله. الله بالخير حبيبي. الله بالخير. قلت له منو ينافسكم كاولتراس بالعراق؟ قال لي الشرطه. هم مو اولتراس. اولتراس؟ انا شفت الاولتراس مع الشرطه يشغلون يشيلون التيفوات وهاي على موتي. لم نبدي بالحلقه لو بعدين ندير اسئله بالاولتراس. لا تجي على الاولتراس ما يسوي اعلان. الاولتراس يكون دعم ذاتي ما يسوي تمويل ذاتي طبعا. ما يصير شغل شركات الدعم. المفروض الاولتراس دعم ذاتي كمجموعه محبين النادي هم اللي يشتغلون. هو قال الدعم ذاتي. لا مو الدخلات تثبت. دا سبيكي احمد بلات اوقش من هذا دا سبيكي ما بقول اولتراس ما هميو اما ولد نابين ما فورش بريكو خدنا بالبدايه احنا صدقان من جبنا كنا جزانا الله بالخير. هلا حبيبي من جبنا كنا من بيتنا نجيب انا دايم شوي اشتغلنا على المال النادي ساعدنا التجار جوي ما ظن ديو لو ما يدي خلتك كي بيجن كومباني زاخود وكاركن وانا بيش جيريو ما كرو سوبر داس خشي هو يروح فجت الشركات والزناقيل والحالة زينه قام يدعم.
خلي اسالك كم سؤال استثمر لانه حضرتك تريد يعني عندك ارتباط. العقوبه اللي صدرت عن جمهور زاخو وجمهور دهوك على خلفيه احداث نهائي كاس العراق، شنو اللي صار بها؟ والله ماني وهميه بخديتن شوف كيف كاميرا ده هميه ديار كلكم شفتوا احنا ما سوينا اي شيء، جمهور دوك تعارك ويا من الملعب كسر الكراسي واحنا وقعنا بها، احنا ما عندنا اي ذنب. وشوفوا الكاميرات وشوفوا الفيديوهات. الشراكيكين شذي متن اوش دربه يوري جايه ما في اتحاديه ما في واللجنين حتى لو يصير مثلا مشكله بيناتنا خارج الملعب بيناتنا الاتحاد ما له علاقه برا، بس جمهور دوك تعارك ويا من الملعب مطعوا علينا المي كهربونا. خلي اسالك سؤال جاوبني بالعربي. سر التشنج في مبارياتكم مع دهوك ونوروز شنو؟ نوروز او دهوك او اربيل، انتم الديربيات نوروز الشماليه هم اخواتنا ودهوك هم كل الانديه كابتن كل مباراه تصير لا حساسيه قديمه بين نوروز بس مباراه واحده احكي مع دهوك يعني هاي دهوك من زمان هيك يعني اني ما طلع من هالدنيا هاي مشاكل اكو من ما اعرف. تمام. من ما تعرف وانت قائد لمدرج دورك ودور رئيس رابطه دهوك في تقريب بوتشات كم مره قعدنا ايام يعني هيك بس هم اكو جماهير يعني يطلع تيك توك هاي خالق الزاخو جماهير زاخو يعني بالبوستات بالفيس باللايف. منو اللي يبدي الاساءه دائما؟ ان شلون؟ منو يبدا بالاساءه على اثنيناتهم؟ ما اقدر اقول لك هاي اثنيناتهم الطرفين مسيء. الطرفين. وما توصلون لحل او نتيجه؟ لا والله زحمه اي والله زحمه. خليني اسالك اخر سؤال، شنو تحضيراتكم هذا الموسم؟ وش ناويين تحضرون؟ وش تتوقع فريقكم كفريق زاخو ان يحقق من خلال التعاقدات؟ بالكردي اجاوبك براحتك. وكي هرجور ما برهفية بوشت انجام مستعدين استعداد زين استعداد زين واحسن من السنه الباقيه، وان شاء الله نريد ناخذ حفظ بطوله هالسنه، بطوله لو خارجيه لو عراقيه، جبنا لواعيب زينين زين وتيفو وشغلات، احنا ندعم الفريق والفريق زين جبنا لاعبين زينين على مود هالسنه لازم نقدم فد صوره بعد احلى من السنين الماضيه، والجمهور زاخو ما تحطش البطوله، وان شاء الله هالسنه ناخذ بطوله باذن الله. الرزبانديه كيف بس ايش باشترين خلونا بقول خلاص العراقي الدوري العراقي احسن دوري، صح ناخذ المركز الثالث للرابع، بس الحمد لله دوري ناجح وجمهور مثقف، جمهور واعي، جمهور يحب الكره، ان شاء الله سنه نقدم شيء بعد احلى ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا، حياك الله امير، اهلا وسهلا بك. خلي ابدي وياك بالزوراء. اليوم رئيس النادي صرح تصريح قوي، قال لا ليغا متقصد الزوراء هذا الموسم والموسم الماضي، تشعرون كجمهور انه فعلا اكو تقصد اتجاه الزوراء؟ طبعا بالبدايه بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك استاذ علي ولا برنامجك الراقي والمتابع برنامج كره ولا قناه الفرات. امسي عليك وعلى علي المالكي وعلى اخونا احمد بن زاخو من شمالنا الحبيب. ان شاء الله اذا مشي لك القاعه نخليك على روسنا. نعم. ولا كابو الانيق حمودي السلطاني حمود التبريد، اخر تصريح له واصلكم التبريد تالي على فريقه. هي صارت بعد. وعذرا للتاخير، انتم تعرفون يوم جمعه والزحامات بغداد. جينا سويا هسه نتكلم انا وعلي ومحمد، يعني ماكو هيجي قرعه، يعني احنا صار لنا 4 سنوات كابتن علي وانتم متابعين، يعني القرعه ما جات تنصفنا، يعني احنا 6 ادوار ما نلعب بملعبنا. يعني هل من شرطه، طلبه، قرمه، جويه تروح للموصل، تروح نفط ميسان، يعني ماكو هيك شيء. يعني ما نريد نشكك اتحادنا وعلى راسنا ونتمنى له الموفقيه والنجاح، بس مو هيك يعني من الزوراء، يخلوا المباريات الشرطه والزوراء والجويه خلوهم كل مباراه كل 6 ادوار تصير لعبه، يعني توازن حتى تصير متعه، مو تخليهن الزوراء ب3 ادوار يلعب الجماهيريه. وين بقت يقول لك هذا الذكاء الاصطناعي هيك قسم الوضع. هاي الذكاء الاصطناعي بس على الزوراء؟ بس على الزوراء الذكاء الاصطناعي؟ احنا عادي نلعبهن على وانا بالنسبه لي لا تسالني العب الجماهيريه، عندي فريق يعني ما اخاف، عندي فريق وعاد فريق على مستوى ولاعبين منتخب وطني، المنتخب الوطني الاردني متاهلين الى كاس العالم، اضافه عندي مهدي الحميدان،
توميو، كلارنس، لاعبينا المحليين. يعني اذا انا من هاي عندي هاي النجوم واخاف من المباريات، لا. بس اقول القرعه بس المباريات الجماهيريه لو كانت كل 5 ادوار توزع زين تكون على الفريق. ويانا وياك عدد نخبه من نجوم الزوراء امير يقول انا عندي فريق قوي هذا الموسم، الجويه ماذا لديهم هذا الموسم؟ في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، شكر لقناه الفرات ولبرنامج كره ولعلي سالم وكل الاخوان العاملين. حياك الله. ونرحب باخونا كابو زاخو وكل الاخوان امير ولا محمد ولا حيدر نجاح ابو النجف. ان شاء الله نكون نوصل صوره صحيحه للمشاهد الرياضي. طبعا انا متكلم كقوه جويه. زين. احنا نلعب باسمنا. بس اي لاعب يجينا احنا قوه جويه. ما يهمنا اي اسم خليه يجينا تلقى قوه جويه منافس. احنا اسمنا كل شيء يكفي. لما نروح للمحافظات تروح كل الانديه تشوف لعبات عاديه، بس خلي يروح القوه الجويه على اي مباراه تلعب تلقى الملعب ينترس. اي محافظه تروح بجمهوركم لو بجمهور؟ لا، جمهور المحافظه اللي يزورها فريق القوه الجويه يجي. اي من يسمع لعبته القوه الجويه قبط الملعب، يقول لك فريق يعني القوه الجويه هو من الاسماء الكبار. مع هذه المقدمه انتم شخصيا ما راضين على فريقكم، لا هذا الموسم قبل ان يبدا انتم ما راضين ولا الموسم الراح. لا شوف، احنا اذا اريد نتكلم انا كاول تراس مالي يعني عمل مثلا بالرابطه او الاخوان بالمجموعه الثانيه المجانين. كعلي المالي كان دعيت من انتهى الموسم، كان عندنا علي جاسم وبايش وايمن، قلنا الفريق هذا حافظه عليه. صح احنا صعدنا نهائي كاس والدوري، احنا كنا بطله لو ما اخر 4 لعبات احنا فقدناهن. كان فريقنا كلش قوي باولمبي وبوطني، لكن صار سوء تخطيط من الكادر التدريبي. يعني تحياتنا للكابتن ايوب اديشو، من طلع على الاعلام ذب الاخفاق كله يعني براس الاخوان بالهيئه الاداريه. بس انا اليوم كعلي انه احاكيك من ارض واقع القوه الجويه، حتى كل جمهور القوه الجويه يعرف. الكابتن حمزه هادي والكادر مالته هو والكابتن رزاق وياهم الكابتن ايوب. يعني من تيجي عندك محمد قاسم، عندك علي جاسم، عندك بايش، انت فريق متكامل. شغلات بسيطه بالمرحله الاولى صارت عندنا مشاكل ما احتووها، بقوا يعني مشاكل داخل. قبل موسمين هاي علي كابتن هاي قبل موسمين. انت من الموسم الراحه مع مدربين غيرين. كابتن يطلع منك فريق كامل، انت من المستحيل ترجع انت تنافس الموسم الثاني، تعد فريق. هسه الشرطه ليش منسجم ودا ياخذ دوري؟ فريقه منسجم صار له 4 مواسم 5 نفسهم، ويضيفون له عناصر ويطلعون شويه مثل ما تقول اللي كبر بالعمر او عنده اصابه يجيبون اضافه افضل. راضين على فريقكم الموسم المقبل قبل ان يبدا الموسم؟ احنا اي لاعب لو يجينا من الرديف يجينا احنا نشجع الجوي. فالمشكله كانت حتى توصل بصوره واضحه، المشكله كانت من الكادر التدريبي، وبسبب انه تفرق فريق القوى الجويه توزع على الانديه، راح زوراء، راح شرطه، راح طلبه، راح زاخو، راح لكل الانديه من القوى الجويه. فاحنا نبقى نلعب باسمنا، احنا قوه جويه. محمد، قبل يوم من انطلاق الدوري خلي اسال عن فريقكم هذا الموسم بقياده طلال البلوشي، راضين على الكتيبه؟ والله بالبدايه طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه طيبه لك والبرنامج كره والقناه الفرات، للاخ قائد جمهور زاخو، الاخوه امير المالكي علاوي. على راسي حبيبي. سالم راسي حبيبي. والله يعني استاذ علي هذا الموسم متوسمين خير احنا بطلال البلوشي وبخياراته، وان شاء الله فريق يعني اللي يعني 6 لاعبين اعتقد محترفين على مستوى عالي جابهم، يعني الجزائري كريم عريبي، ويعني اضافات يعني حتى بالمعسكر التدريب اللي صار بتركيا يعني اتصلت انا بالاداره بالكادر، يعني يقولون الفريق يبشر بخير، ويعني لحد الان احنا ما شايفين كل حكي ما انتبهت بس للميداليه اللي بعده. طلع او انت الله احمد طب عليها زوم. انت مو طلابي مو مصور طلابي؟ انا جويه. حلوه مو؟ عجبتك؟ يعني ما ادري يعني اول مره اشوفها صراحه. لا والله بس يعني امير ما شفت شيء غير البياض. لا لا هذا التليفون هذا
اي خلي الصر تنافس شويه. هذا شعار اول شيء اعطيني هاي. هذه قيصر هذه بالتليفون، وتعرف التليفون هسه جايك بقبقه. مالي شم موجود بالتليفون. امير اعطيني. هم جايب مال هذا شعار الزوراء. امير مسويه بالجسد. امير والله عمي هذا خط ونخله ومسوره. اعطيني مال علي والله يعني شعاري صقر هذا بايدي وهذا زاخو لا زاخو هو بعد بارز. خلينا ننتقل لحيدر نجاح. حياك الله حيدر. النجف وفريق النجف ومعاناتكم توصلني من خلال الرسائل والاتصالات، بس اريد اترك لك المجال للحديث عن هذا الفريق، تفضل. السلام عليكم استاذ علي، تحياتي لك وكل ضيوفك. طبعا تعرف انت نادي النجف يمثل محافظه كامله. نادي النجف نادي جماهيري. نادي النجف اليوم يمر بازمه ماليه. المسؤولين في محافظه النجف الاشرف طالبنا وحكينا لاكثر من مره، طلعنا يابا هذا نادي يمثل محافظه، هذا نادي جماهيري. اليوم تعال انت اذا عندك مشكله ويا اداره وعندك مشكله بامور اخرى احنا ما لنا علاقه. هذا النادي يمثل محافظه، تعال انت جيب بشكل لجنه او جيب الفلوس وادعم النادي. يعني النادي وضعه تعبان، احنا كل سنه نفس هاي الازمه استاذ علي، ماكو شيء جديد. احنا تعلمنا على هذا الوضع صار سنين، مو بس النجف كل الانديه، احنا كل سنه نقول ان شاء الله خير وان شاء الله خير. انت تدري يعني انت تتعب موسم كامل، تركض ورا فريقك موسم كامل وتالي تطلع مركز 15 وانت جايب نجوم، تجيب لاعبين شباب كذلك، تجيب لاعب، يعني الوضع ماكو تخطيط، ماكو دعم. المسؤولين في محافظه النجف، الناس اللي موجوده بمحافظه النجف، يا اخي هذا نادي النجف يمثل محافظه، دعموه. ماكو دعم من كل مسؤول في المحافظه. احنا انجزعنا وملينا، احنا من حقنا نريد دوري، نريد نفرح بمحافظتنا، نريد نشيل الدور بمحافظتنا، هذا حقنا كجماهير. احنا قاعد نتعب او نطلع او نرسم او صيف وشتاء وليل ونهار، ماكو شيء ملموس، ماكو تخطيط. يعني تحياتي للجميع يا مسؤولين محافظه النجف، السيد المحافظ، اعضاء مجلس محافظه، اعضاء البرلمان، ما نريد من عندكم، ما نستعطي من عندكم. مطار النجف احنا متعاقدين وياه ما قاعد يعطينا. ال4 مليارات مال رئاسه الوزراء ما قاعد توصلنا. زين احنا اذا هيك خلينا نبطل بعد. حيدر انا يعني عندي مشكله فريق يعني النجف او نادي النجف واضحه، وهي تستنسخ نفسها كل سنه نفس المعاناه. وانا وياكم صار لنا 10 ل 12 سنه نستضيفك نفس الكلام ونفس الحكي، ما بين عدد كم محافظ مر علينا هسه، صار 4 5 6 محافظين نفس الكلام. ومشكله المطار مع الفريق، والنجف ينهض في بدايه الدوري ويقدم اول 5 6 10 جولات مستوى، وبعدين تجي الازمه الماليه وينتهي الفريق نشوفه 12 13. هذا الكلام انا حافظه والجمهور حافظه ومتعاطف. الحل شنو؟ انتم قاده المدرج لا شفت لكم موقف تظاهر، لا شفت لكم حديث باستثناء الحديث الاعلامي والسوشيال ميديا. شنو الحلول لنادي النجف؟ استاذ علي احنا خلينا نكون واقعيين، احنا جمهور، كان الجمهور يجي يصعد على المدرج زين يشجع فريقه ويروح. هسه المشجع او المسؤول او القائد كون يشجع او كون يروح يجيب فلوس او كون يطلع مظاهره او كون يطلع اداره او كون يجيب اداره، شو يصير؟ احنا شو نصير؟ يعني احنا هسه مرات نتدخل يقول لك انت مكانك المدرج، نروح مثلا نروح النجف يمر بازمه تعالوا تدخلوا. احنا هم اكو امور يجوز العالم ما تعرف بيها، احنا محتارين ترى من كل شيء. يعني نروح ندعم الفريق يقول لك انت ويا الاداره، تعوف الفريق يقول لك انت عفت الفريق. اتفق وماكو تخطيط، ماكو بنعم او بلا. هذا الفريق مال الموسم المقبل اللي سينطلق غدا راضين عليه كجمهور لو هم عندكم ملاحظات؟ استاذ علي بس يعني اوضح لك، اي فريق احنا ندعمه ان كان زين ولا مو زين، احنا نشجعه وندعمه، بس احنا المشكله بالاخير. يعني انا اخلص مرحله كامله افوز انا وهذا وتالي انا بالاخير مركز 15، ما قاعد يصير شيء جديد بالنادي، ما قاعد يتغير الوضع بالنادي. والسبب يعني استشرت اسولف لك هوايه اسباب استاذ علي. يعني مرات اكو شغلات احنا هماتين بالاعلام، وتحياتي لك، احنا صار لنا سنتين ما حد داز علينا. النادي تفلشت اداره، اجت اداره، النادي صعد، النادي جاب لاعبين،
ترى هذا اللقاء يعني صار 3 سنوات 4 احنا ما حد مستضيفنا. وقبل اسبوع كان لقاء مع من الملاعب وبغداد وما دزوا على النجف. اكو هواي امور تصير، احنا شو نتحمل؟ احنا ندعم، احنا نجيب دعم، احنا نصير ويا الفريق. احنا مبتدئين استاذ علي. ترى المشجع اليوم مو بس مبلغين بالاجتماع رئيس الرابطه حسين الجبوري هو لم يحضر. ابو كرام يا حيدر ساعود اليك، ابقى وياي يا حيدر. ما اعرف انا ما بلغ. ارحب اجمل ترحيب ايضا بالاخ محمد نافع ممثلا عن الميناء. حياك الله محمد، اهلا وسهلا. وتحدث عن فريقك هذا الموسم. اهلا وسهلا بك. وتحضيراتكم كمشجعين، تفضل. يا مرحبا. اول شيء رحب بك استاذ علي سالم ورحب بضيوفك الكرام. انا طبعا ما شفت منو موجود بس سمعت صوت امير وعلي كلهم اهلا وسهلا حبيبي تحديد الكل وخلص منها. حياك الله محمد. اهلا وسهلا. يلا يا محمد سولف لنا عن الميناء، عن تحضيرات الجمهور. ما اسمع شنو سؤالك، ترى صوت ناصي يمي. هسه وصلك سؤالي. والله انا بالنسبه لي يعني الميناء هو مو بدايه كل موسم، قصدك شنو مشكله هاي الموسم؟ لان هو الميناء نعرف انه بكل موسم عنده مشاكل. جيد. فريق بحجم نادي الميناء يمثل محافظه مهمه اللي هي محافظه البصره بجمهورها بتاريخها بنجومها. ولا مره شفناه مو التوب 4 لا حتى بالتوب 8 ما موجود. وهاي كلها سببها الادارات المتعاقبه والجماهير اللي تتدخل بشغل الادارات. فاحنا قلت لك ما ثاني فريقنا بهذا الموسم ثاني شنو مشكله هذا الموسم، وراح نودع الدوري نجوم العراق لو باقيين بس. يا ستار يا رب، هذا تشاؤم. أنا شخصيا ما أقبل الميناء. ميناء لا مو تشاؤم، هذا واقع. أنت اليوم من نشوف النادي اللي محقق لقب دوري كبير بتاريخه، قلت لك أنا كبير بجمهوره بس. والعراقة تجي تقول لي أنتظره يهبط لو ما يهبط. أيستنا هالسنة. اي طبعا هذا واقع حال. أنت اليوم احنا سنة 2025 وجاي شوف التطور، يعني كان واكبناه من كان تطور عالمي وصار خليجي وحاليا وصل للعراق. يعني انت اليوم نشوف نادي القرمه ودهوك وربيل وحتى الفرق الجايه تصعد، يعني الدياله من صعدت سوت يعني نتائج مميزه. بس انت من تجي لفريقك ما اشوف اي شيء، اي بادره، اي شيء انه يدعوك للتفاؤل ماكو. يعني من الاسماء الموجوده كلاعبين، من دعم، من تحضيرات، يعني شنو ما تريد نكذب عليك واقول لك احنا راح ناخذ دوري؟ لا مستحيل يعني. طيب ماكو مقومات للنجاح، ماكو اصلا. خلي انتقل لممثل نادي الغراف علي عبد الكريم. حياك الله اخ علي، اهلا وسهلا. فريقكم صاعد حديث لدوري نجوم العراق ونحن سعداء بتواجدكم ممثلا عن محافظة ذي قار الناصرية العزيزة. وأريد تحكي لي عن الغراف وما صنع الغراف بالدور الممتاز وش محضرين إن شاء الله من مفاجآت بدوري نجوم العراق. أستاذ علي طبعا شكرا للدعوة وسلام إلى جميع الأخوة الحضور داخل الاستوديو. حياك الله. حياك الله. طبعا بخصوص نادي الغراف انه اعتقد انه ما وصل اليه نادي الغراف حاليا هو مو من فراغ، انما من عمل متواصل من اداره مميزه، من تكاتف بين الاداره وبين الجمهور. هذا التكاتف صنع شيء مميز، صنع من اسم الغراف اسم منافس، اسم موجود في كل المحافل، والحمد لله والشكر وصلنا الى ما نتمناه وهو دور نجوم العراق. طيب يا علي، هذه اول شيء ملعب الناصريه هو ملعبكم؟ طبعا اي ملعبنا. تمام. الدخول راح يكون مجاني حسب ما سمعت من محافظ الناصريه او هيك شيء؟ تعقيبا على قضيه الدخول المجاني او دخول غير مجاني. طبعا كان لنا لقاء امس مع السيد الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور حميد الغزي، فكان الحضور احنا ورابطه مشجعين نادي الناصريه، وصار الاتفاق والتفاهم على ان نكون يدا واحده في المدرج سواء كانت المباراه لنادي الناصريه ام كانت المباراه لنادي الغراف. فبصفتنا كممثلين عن رابطه مشجعين نادي الغراف طلبنا من السيد الامين العام بان تكون المباراه الاولى هي مجاني لحضور اكبر عدد ممكن لمسانده ومؤازره نادي الغراف الرياضي.
الامين العام قال انه انا راح اتواصل مع الجهات العلاقه، وكان المقصود بها انه المهندس الاستاذ كاظم السعداوي رئيس نادي الغراف. بعد خروجنا تم الاتصال بينا وقال انه حصلت موافقه رئيس نادي الغراف وان شاء الله راح يكون الدخول مجاني. فالسيد المحافظ ليس له علاقه بقضيه ملعب نادي الغراف اطلاقا ومو من هسه صلاحيه منو شاغل الملعب؟ منو المسؤول عن الملعب؟ حاليا النادي الغراف الرياضي اللي هو المتمثل بادارته بالاستاذ كاظم. والله فاجأتني. هسه الملعب مسؤولية رئيس النادي، تروحون تطلبون من امين عام مجلس الوزراء، خو اطلب من رئيس ناديك. طلبنا من سيادة الامين كونه انه الشخص الوحيد من السياسيين الداعم الاول والاخير لنادي الغراف، ولولا دكتور حميد الغزي، ولا نكون واضحين اكثر، لولا دكتور حميد الغزي لكان الغراف منسحب من المباراة العاشرة في الدوري. لكن عندما سمع خليك وياي علي، خليك وياي وان شاء الله هاي الحقيقة. طيب ان شاء الله الغراف يبقى ضيف دائم في دوري نجوم العراق ويعتمد على ميزانية ثابتة. خلي انتقل لزاخو، باكر مباراتكم مع الطلبة، شنو التحضيرات؟ والله التحضيرات جماهير مال زاخو اجى من الزاخو للبغداد، هاي تقريبا هاي يوم واحد بقينا بالزاخو، وان شاء الله بالبغداد ان شاء الله باكر وقت المباراة نروح بالملعب واكو شيء علينا نشجع فريقنا حتى يفوز. بيش التذكرة في ملعب الشعب تدخلون؟ والله ب 5000. 5000. في ملعب زاخو بيش التذكرة؟ ملعب زاخو اكو مكان بطاقة ب 2000، اكو مكان بطاقة ب 3000، واكو هم ب 20000 مكان VIP تقريبا. لا الطبيعي الاولتراس وين يقعدون بيش؟ 3000 نعم. دخولي. مو هاي القضية همين راد نفتحها اليوم، كلش مهم أن نتحدث عن هاي، بس خليني أشكرك حتى أترك الأخ أحمد. ممنون. شكرا جزيلا. إن شاء الله نتواصل في حلقات إن شاء الله. حياك الله. تفضل. أهلا وسهلا. التذاكر والعزوف الجماهيري مرعب في بغداد. نتحدث عن الجوية، عن الطلبة. هسه الزوراء الموسم الماضي جيد نسبيا. نعم. شنو الأسباب الحقيقية اللي أدت إلى عزوف الجمهور عن الحضور؟ شوف كابتن علي، احنا كقوة جوية يعني بالفترة هاي اللي راحت فريقنا صارت به شوية انتكاسة ومشاكل إدارية، هي اللي الجمهور سوى إضراب، ونوعا ما أنا ما صارت عليه عقوبة، يعني أثرت على المدرج الجوي تقريبا 90%. فقط يعني قل من المدرج الجوية بس الأخوة مجانين الصقور يحضرون، الجمهور كله سوى إضراب، الفريق ما يساعد. احنا كنا نحضر نسوي ضغط على الهيئة الإدارية. الهيئة الإدارية السابقة اللي راحت هي متعاقدة ويا يعني اللي مشتري من يومهم التذاكر متعهد، والمتعهد هو يعني بيده التذكرة، إذا هو مطي فلوس للنادي من حقه انه يسوي البطاقة ب5 وبالجماهيرية ب10. المفروض النادي تكون له مثلا يخصص، تريد مثلا تقعد بالمقصورة خلينا نقول ب10، بس الشمسية تكون ب2000 دينار او ب3000 دينار او ب1000. هسه من قال لك ابو زاخو الجلوس يم الاولت راس ب2000 وب3، يعني هاي ما تهلك المشجع لما يجي بارك على بنزين على يطبق سيارته على يجي ياكل يدخل تذكره، يعني داب له 25,000. زين هذا الفقير ما يقدر يحضر. وهي كرة القدم كرة الشعوب الفقيرة تيجي تحضرها، يعني الزنقيل ما يجي ما يحضر. طيب وحتى اذا حضر ما يشجع. انتم مو جمهور هسه وياي طلبه يعني شلون مثلا؟ يعني ليش ما تطلبون من اداراتكم ليش ب5000 الدخول يا امير؟ شنو ذنب هذا الفقير اللي يريد يجي هو وولده 2، هاي 15 كروه روحه رجعه، يريد ياكل له لفه، يريد يشرب مي، وحتى اللي يجيب سيارته هم يجيب خطه البيبسي بيش تنباع ب1000 وانت رايح اللفه البرجر ب 3000 رايح لملاعب اسف للمفرده حماماتها مو نظيفه حتى تدخل مثل الاوادم. حمامات الملعب المدرج اللي نجلس عليه استاذ علي يعني متروس تراب واشكال، والله يعني هذول الجمهور هسه احنا قاده مدرج بالله نصعد على المنصه يعني، بس مباوع المدرج يعني منظره مقزز والله. شنو الحل يعني؟ الحل شنو الحل؟ الحل هو نفس كلها تجاوب نفس الجواب واحد. زين. الحل شنو؟ الحل المتعهد
النادي يبيع للمتعهد بس المفروض تفرض عليه. مو هنا ايش راح نرجع؟ مكانك المدرج. يقول لك اني واردات، انا اذا نادي جماهيري، انا نادي جماهيري، شو استفاد من الجمهور؟ شو استفاد؟ مثلا من اقبط الملعب مباراتي، وش تسوى لهم من تجي لعبه والمدرج الزوراء، نقول الزوراء والكهرباء، مع احترامي للكهرباء مثلا ما عنده جمهور، او النفط، ها يعني الواردات وين راح تروح؟ وين تروح؟ لصاحب الارض. صاحب الارض طبعا يقول لك انا استفاد، بس هو عليكم السلام. لو يكون مثلا المباراه بدل ما يدخل لي 15000 ب 3000، ليش اخليها يدخل لي 6000 وب5؟ هذا خليهم 15000 وهي نفس الحساب اذا مو اكثر، وهو يك حساب الموازنه. بس يعني احنا كملعبنا، حتى مو لان ملعبنا له اتباهل وهاي، لا اكو شركه بعد ما تخلص المباراه يتنظف الملعب، ومن قبل المباراه نبقى الملعب نظيف. وشغله قلت للحمامات اجلكم الله، الحمام الواحد من يدخل يتكرم بالمكان المخصص له، نظافته. فاني مرات نلقى البطل والاكياس مذبوبه، زين هاي منو ذبها؟ خلينا نكون واقعيين، منو ذبها؟ منو يكسر الباب؟ منو يكسر الحنفيه؟ اكو ناس تدخل تخرب، مو محبه. وثق المحب ما يسوي هيك شيء، ما يقبل يصعد على المقعد مالته ويشجع، ما يقبل يخرب الحمام. هوايد نشوف يجون عوائل، تجي جماهير كيس معاهم مال نفايات، يكرزون يكملون يلمون ويطلعون بدون ما احد يقول له. وكلها العكس، هيك يشمر الجقاره، هيك يشمر الجقاره. فنرجع ونقول مو كل شيء نذبه. البطائق احنا مع الجمهور، الجمهور بيش يريدها احنا معاهم. تجي للاداره، الاداره تقول لك انا اريد استفاد واردات، مثلا ابو الزوراء يجي جمهور. يعني قاطع اخويا الكبير ربيع، يعني هسه ابو برشلونه باع التذاكر مالته مال قبل، يعني لي قدام 3 سنوات و4 و5 و15 سنه وصلت التذكره مال المقعد، على مود تدخل له واردات. هسه اذا نحكي احنا بالواردات يقول لك مثلا انتم روابط او المجاميع تدخلون مجانا، ليش ما تحكون مثلا للجمهور؟ هي هم مشكله اذا تحكي تبتدي. زين النادي دعمه من المؤسسات ضعيف. هسه كل الانديه برا بالعالم تشتغل على التسويق، زين احنا تسويقنا ضعيف. هسه احنا رئيس النادي البارحه كان لي لقاء وياه، يعني من ودعنا اللاعبين اليوم لان هم سافروا، قال راح اعطيها الشركه تنباع البطاقه اونلاين. لا اللي بعد فقط في مباريات الزوراء. اي مباريات الزوراء اونلاين. اي والسعر؟ السعر بعد هم يمهم، بس تصور يعني السعر قال البي اي بي يمكن 25 زين، والبقيه الملعب ب 5000. 5 قال لي حتى تفيد الواردات، تفيد للنادي. هذا البارحه بعد ويا الكابتن حيدر شنشول ابو نور المحترم. انا سالت احمد عن التذاكر، بس لا باس انه حتى اقارن بينكم وبين الاخرين. التذاكر قيصر ابو البصره بعده موجود، ابو الميناء بس الطنياته عنده هو وابو زاخو، بس حتى نوصل رساله مهمه. التذاكر دخول المباريات بيش في زاخو اكو ب 2000. لا تحكي لي في اي بي، المطلق اللي يدخلون الاولتراس. الاولتراس احنا ب 2000 وب3. 2000 وب3 و3000. ايوه، والشمسيه ب 1000. ب 1000 دينار. ايه ياك هزار. ياك هزار. يا ابو البصره، انا ما اريد احكي بالسياسه، بس ابو البصره اللي خير البصره على العراق كله، بيش تدخلون للمدرج؟ ب 5000. طيب يا هنا حتى معيار العداله انفقد. يا اهل غراف، بيش التذكره من كنتوا بدوري الممتاز؟ اعطوني ابو الغراف خلي اسمع منه. هاي محافظات الجنوب. استاذ علي، بخصوص اللي تذكره كانت احنا مجانيه، كل مباراه نزل مجاني بالدوري الممتاز. زين، دوري النجوم بيش من عدد المباريات الاولى؟ دوري النجوم ما عدا المباراه الاولى هنا قلت لك
كانت او راح بيش تكون تذكره؟ مجانيه. بس طيني رقم. ما نعرفه لحد الان، لانه هذا الشيء بين الاداره وبين تمام. الشركه المتعهده. يا ابو النجف يا حيدر، بيش التذاكر يمكم بالنجف بلا زحمه؟ اعطوني حيدر. تسمعني استاذ علي؟ اي نعم تفضل. عين استاذ علي، العام صارت اكو بطايق مباريات جماهيريه على 5، ما يقارب 8 لعبات، وباقي اللعبات على 3. جيد. زين. عنصر العداله انفقد بين الجمهور اخي. ناس تدخل ب1000 وناس تدخل ب5. مرات احنا نروح للاقليم مجانا يدخلون. مجانا. ما ناخذ استاذ علي، احنا ليش بس ببغداد بس الانديه الجماهيريه تعاني؟ اي هسه محافظات الجنوب والشمال كلها يعني اذا مو مجانا 2000 3000 ما عدا البصره فقط. ليش؟ وين العداله؟ زين ذولاك الادارات يعني همنا ما تجيهم واردات؟ هم تريد واردات. هم تريد واردات. ليش بس انتم تفكرون بالواردات؟ هذا السؤال المطروح على ادارات انديتنا. المفروض يعملون مثل اداره الزوراء، الجمهور الزوراء اللي عمي زحمه تسويق لكم، زحمه، مدرجاتك فارغه وانت اسمك نادي جماهيري، والله زحمه. لا كابتن، مو شغله نادي جماهيري. الجمهور قام ما يجي مو بس على مود تذكره. لا عاد هسه انا اقول لك اياها. اعطيني اسباب مقنعه. هسه اعطيك اسباب مقنعه. نعم. انا اليوم انا محب ومجموعتي محبه نحضر. زين. لا بيش تكون البطاقه نحضر. بس اكو جمهور يجي ما يشجع، تدري ايش يريد؟ يريد لمسه، يريد 1 2 مستوى، يريد مستوى، يريد مثلا لاعب مهاري يتوغل 1 2 ويسوي هدف. ما جاي نشوف، جاي نشوف لاعبين انتهى الموسم قبل اخر 5 لعبات قدم قلب الدنيا حتى على مود شنو؟ عم يوقع للنادي على القيمه السوقيه مالته، يوقع ب 500 يعني اكو لاعبين. صح. يعني احنا هسه عندنا بالقوه الجويه عندنا لاعبين وقعوهم، هو صانع العاب، صانع له هدفين وجول ما مقول. هذا شلون ياخذ له مثلا عقد؟ زين الجمهور يجي يريد يتونس. هداف جابوا القوه الجويه، لاعب جول له 7 اهداف راس حربه، واللعبات الجماهيريه هو الجول ما يقول. زين هذا الجمهور شنو؟ انت ناس ويا الزوراء ايش قد عنده؟ عنده 4 فرص منهن 3 اهداف، والجويه عنده 7 منهن جول واحد. هذا الجمهور شلون يجي؟ اكو عالم ماتت عندنا بالجويه، عندنا تقريبا مشجعين يعني صعد عندهم الضغط قتلهم بالقوه الجويه. امين من الحب يجي يحضر للنادي، قام البي سكر يتمرض، البي ضغط يصعد الضغط يكتله، يجي من ورا نص اللاعبين، مو لاعب نص لاعب، وعقده صارت نوب القيمه السوقيه، هم بيناتهم اللاعبين يشعلوها على الانستغرام، وقع ب500 وقع بمليار. وانت تشوف مستوياتهم يروحوا للمنتخب ماكو فد نقله. لا تنسى تاثير الفار على وهم بالدوري، تاخير الوقت يعني مباراه هذا لاعب يقول يلعب بالخارج. هذه نقطه مهمه، المستوى الفني متراجع. هاي وحده. 2 الاموال ايضا مؤثره. لا تقول لي الاموال مؤثره. كابتن تك مدافع بعد شنو اسباب عزوف الجماهير؟ الملاعب ورداءة الملاعب والوسخ اللي يشوفه، حتى العوائل تستحي تجي. ليش ما نقول الالفاظ السيئه ايضا بالمدرجات هم سبب؟ عمي هاي مو سبب ما تخلي العوائل ما تجي والناس سبب بس لا احنا يعني ما ارجع واقول سبب من اسباب ده. لا ارجع واقول لك حتى ذاك يوم الاخوه الموجودين، تحياتنا الى السيد اللواء الركن محمود ابو التمن زين وعقيد انمار قوات امن الملعب، كل التحيه لهم. قال لهم احنا نشوف ازيد شيء العوائل تجي بمباراه الزوراء. يعني انت بعد من تقعد يمك العائله اخلاقيا كأنت بلد عشائري ديني اسلامي ما تقدر تتجاوز. بس لا والله اكو عالم تطلع من الطريق. زين. انا يعني مال الفنيا الاداء اللاعبين له هوايه اسباب من عدم حضور الجماهير، لان المستوى الفني ماكو كابتن شبه ما عنده كروز، تك مدافع ما يعرف يربط، لو يصعد له مره مرتين. عندنا لاعبين اكو مو بس بالجوي، لاعبين عندهم اماكن خاصه يقعدون سوالف زايده. هسه احنا نعرف اللاعب بساعه يطب برا بالخارج. انا من عشاق ومحبين ليفربول، يطب اللاعب ب8 الصبح يتريق بالنادي ويتغدى بالنادي ويطلع الساعه بيش.
يطلع بالخمسة العصر، يطلع من التمرين منتهي. هاي صعب تطبيق. بس كابتن انت من تاخذ 500 مليون كابتن، انت من تاخذ 500 مليون واذا النادي ما سددك راح ترفع شكوى وين؟ بالاتحاد. تريد مستحقاتك، يجي للملعب ما منضبط. اذا حاكاك اتفقوا مجموعه على المدرب يتامرون عليه، ومن يصير شيء وقال لك صوت الجمهور، صوت المجاميع، مو انت نص السبب دمار الانديه اللاعبين. يوقعون بالانديه ياخذون فلوس وما يقدمون عطاء. اخي لاعب بده يلعب يلبس دريس جويه، دريس زوراء. اكو هوايه من الانديه بالطلبه بالميناء بالشرطه، لا تقول لي بس بالقوه الجويه، كل اللاعبين ما يقدمون. يعرف ايش وقت يلعب ويعرف ايش وقت مستواه ينزل ويعرف ايش وقت يسوق روحه. بعد هاي اللجنه الفنيه اللي بالانديه غشمه، يجي اللاعب يقعد رجل على رجل. احنا عندنا بالقوه الجويه 4 كابتن، عندنا بالقوه الجويه 4 اشخاص. تدري ايش سووا؟ اختلفوا على الاداره. لان ما اشتغلوا سوقيا، ما جابوا لاعبين. طلعت هاي الاداره الجتي طلعوا ذولاك جو ذولا. يعني ايش اقول لك؟ عندنا شخص من الاشخاص العام اللي بي راح، لان هو الدوري 6 اشهر مو سنه، كان بيه بايش وعلي جاسم وايمن. عندهم واحد من قرابته وقعوه، قال لهم ماكو تعطونا راتب، تعطونا عقد، اعطوه 50 مليون. تدري هذا الموسم بالعلاقات وقع ب 50 مليون، هذا الموسم اللي راح لا درجه اولى لا ممتازه لا حتى بالفرق الشعبيه شايفينه، هذا نحسب لاعب على القوه الجويه، وراح سافر اسيويه وسافر معسكرات. تعال تيجي هذا منو هنا وين؟ اكو اجندات تدخل. اليوم هسه مو جتنا اداره جديده؟ انا اخوك متحدث يعني كابول تراس، يعني اندعم واطلع محافظات، كل احنا من مجموعتنا. يعني ما اروح مثلا ادق الهيئه الاداريه اقول لهم طلعوا لي سيارات او اعطوني فلوس عمل. التقينا بانور حمد والتقينا بشهاب جاهد وكل الاخوان القاده اللي اجتي، وحتى اللواء معد بداي استلم النادي وهم جزء ويطلع او يبقى، كل الاحترام لهم. نلتقي بهم بس على حب النادي، لا نلتقي بهم بماده ولا نريد دعم. يعني تجي علاقات، طلعوا ذيك الاداره جو هسه. تدري المدرب ما جابته لجنه فنيه؟ جابوا اشخاص. هسه انا احكيك جويه، هسه دا اريد احكي الحلقه الجويه اخذ يعني مكان الولد كله. وديتنا الغير محور، انا يعني الحلقه جماهيريه. الحلقه جماهيريه، فتدري شنو هاي المعاناه؟ المعاناه قاموا يجيبون نص لاعبين، تيجي تدخل، يدخل للساحه، الجمهور ما يجي يشوف له لاعب، يريد له لمسه، يريد له هدف من بعيد، فالجمهور عزف عن حضور الجماهير. تمام، خلينا ناخذ فاصل سريع ونرجع نكمل الحوار. موسم هذا النجف موسمه بالدوري قبل الانطلاق. حبيبي استاذ علي، طبعا انا من خلال هذا البث المباشر اوجه رساله الى الاداره، اداره نادي النجف، انه عليها بعد توفير اموال للفريق. خلينا نترك المشاكل، خلينا نترك الصراعات، خلينا نتكاتف جمهور
اللاعبين المدربين على الجميع اليوم لازم يتكاتف من اجل اسم نادي النجف. وطبعا انا صار لي ساعه وياك بالبيت استاذ علي، احنا تعرف عندنا مباراه مع نادي اربيل يوم الاثنين، انا طالع وياك مباشر ومنشئه كامله بتانيتنا برا طالعين قبل الفريق. احنا طالعين هسه متوجهين للشمال قبل الفريق بعد ما طالع، والبارحه طلعوا الرابطه وباشر عندنا منشئتين تطلع، فاحنا كلها طايحه بروسنا، مشاكل النادي، احنا ناس نحب النادي، احنا ناس ندعم النادي، فعلى الجميع يتكاتف من اجل الفريق، من اجل دعم الفريق، مسؤولين في محافظه النجف على الجميع دعم نادي النجف. طبعا انا قبل لا اشكرك يا حيدر على موقفك، انت المفروض بالعشرة تنطلقون الى الشمال بس اجلتها على مود برنامج كوره، شكرا جزيلا لك. واوعدك في هذا الموسم اذا لم صح. نرى النجف بشكل جديد تجي هنا ان شاء الله في كوره وتحكي براحتك في ساعه تلفزيونيه كامله. شكرا جزيلا لحضورك ويانا عزيز وغالي انت والنجف وجماهير النجف. نعود الى الغراف، كيف ترى فريقك هذا الموسم؟ استاذ علي ان شاء الله فريقنا يبشر بخير، طبعا بعد خوض 3 مباريات وديه، من ضمنهن اهم فوز هو كان دافع معنوي وفوز على نادي القوه الجويه، وهذا يعتبر انه دافع معنوي وقوي للاعبين بخوض غمار الدوري بهمه وعزيمه، وان شاء الله نكون فريق منافس وخصم عنيد على جميع الفرق ان شاء الله. شكرا جزيلا يا علي. شرفتنا ونورتنا، اهلا وسهلا بك. اعود مره اخرى الى الميناء. القرعه طلعت، شلون شفت قرعه الدوري مقارنه بفريقك وش تتوقع؟ والله انا يمكن بديتها بالتشاؤم، بس هو يبقى يعني فريقنا فلازم ندعمه بكل الاحوال، يعني اذا كان متحضر بشكل صحيح او تحضيراته ضعيفه، فاحنا ننتظر ان شاء الله انه موسم مغاير. ممكن الاداره الجديده انا شفت فيها اسماء بصراحه يعني تبشر بخير، يمكن هواي ناس اعترضت على استاذ سليم او بشار هادي، بس انا اشوفهم هذول استحقاقهم ناس رياضيين، وعلى الاقل خلينا نغير الوجوه، اكو وجوه حتى ملينا نشوفها، يعني صار لها 30 سنه بالنادي وما فد يوم شفناهم فرحونا، ما ادري مهتمين بمصالحهم الخاصه او هم ناس مو شغلتهم، هاي هم شغلتهم كانت بس يلعبون طوبه. فهاي الوجوه ان شاء الله. محمد اسف للمقاطعه، انتم هم بيكم شويه مشكله هسه بالجمهور. نعم. بالشعب البصري برياضيين. لا احنا بينا هواي مشكله اذا تقصد جمهور. لا بس هاي النقطه يعني هسه لفتت انتباهي. نعم. انتم مطربه الحي لا تطرب عندكم اخي، انتم متولين لاعبيكم دقاق شلون بالحكي ويجون هنا ينهزمون البغداد. هذا سالم احمد العام سويتوا بيه، راح وقع للشر. انا اتفق وياك. انت هسه حكيت بصيغه جمع وجمعت الكل، يعني احنا بالنسبه لنا يمكن هم مجموعه بس هي ظاهر تاثيرها قوي. انا بالنسبه لي اذا تسالني عن رايي وراي هواي اخوان مشجعين، احنا داعمين للاعب المحلي بشكل مو طبيعي ولاعب من المحافظه. انا سالم ملتقي به شخصيا قلت له انت من افضل مهاجمين العراق. الولد ما يتوفق، والولد يمكن انا هم احمل اللاعبين بعض المسؤوليه، يعني هم اكو لاعب علي انت رياضي وكنت لاعب كره قدم وتعرف اللاعب اهم شيء اهم صفه يدخل بها الملعب هي تركيز، لكن اللاعب من يدخل وباله يم الجمهور هذا شنو حكى وهذا اكيد راح يشتت وما راح يقدم اللي عنده. نعم اكو جماهير يعني هو اصلا مو رياضي، مجرد عنده وقت فراغ يستغل مشاهده مباريات، بس شوف كره ضاعت كانه الدنيا انتهت يعني سقط اللاعب. بس قلت لك انا هم احمل مسؤوليه اللاعبين انه المفروض يبتعدون عن هاي الامور، سالم ولا غيره هم نجوم طيب بصراويين. شكرا يا محمد نافع مستقبل من البصره العراقيه، كنت ضيفا وان شاء الله هذا الموسم مغاير ونلتقي بمناسبات افضل ان شاء الله. شباب ابو الغراف بعده ويانا عجب، اعتذروا من لا خلص شكرت منه وقلت له شكرا. غدا مباراه مع الطلبه، شنو اول شيء قد تتوقع النتيجه ما دام ممثل الطلبه حاضر عندنا؟ هو على راسي هو الطلبه، بس ان شاء الله باكر مفاجاه. انا اخاف من كل يعني ما راح تجون ملعب. لا مفاجاه ان شاء الله مباراه كره قدم. شنو 5 جول باكر؟ لا 5 طلبه. ايه طلبه ويا من لاعب؟ عندي ثقه بفريقي
مو هسه لو قوي والله قوي. نتلاقى وياك بالملعب. العام والله صح الميدان يا حميد. باكر نلتقي ان شاء الله. والعام شنو نتائجكم ويا الطلبه؟ بس مو تنهزم من الملعب تخلص مستحيل انا على رمز. تعادل وخساره 2-1 مو؟ لا تعادل وغلبناهم. اي خساره من دابوا على محمد. تعادل اول مباراه وبزاخو وغلبناكم. وبزاخو ظلمنا احنا بيها طرد وجزاء مستحق. خليك وياه ايش حكيت عليهم قبل الحلقه؟ قبل الحلقه؟ قلت لك ان شاء الله نسوي كوستر. ما مسموحه. لا استاذ علي ما لي علاقه لا انا شو علي؟ تاريخ بابا الشقه احنا شوف لا الشقه وعلى قنوات والسيء انا النادي عندي كادر 2 طلاب قلل من شان الجمهور لا ما نقبلها. لا بالعكس زاخو انت تاج على انت والطلبه. زاخو من تاسس لليوم انا زاخوي بس انا طلابي من تاسس زاخو لليوم. نعم يعني ما ينقاس قيد الشعره بنادي الطلبه. هذا كتاريخ انا مو من عندي يعني. هسه نترك التعصب على صف. صح. احنا الانديه الاربعه الكبار بالعراق زوراء طلبه جويه شرطه خلص انتهى هاي نقطه راس سطر. صح. انت جيت هاي اخر فتره اي سنتين صار صح مو انا اقول لك بس بدون بطولات يعني مجرد حالكم حال هسه مع تحياتنا لكل الانديه صح. القرمه امير النفط يعني فرق متوسطه الترتيب لا تنافس ولا تهبط. من هذا المزاح خلي اسالك سؤال للامانه، انت بنفسك قايل لي بعض الناس قامت ما تحسب الطلبه فريق جماهيري، ما تعرف شنو قيمه الطلبه ووجوده بدورينا، وانت تعرف بعض نجوم الطلبه السابقين تسببوا بدمار هذا الكيان. صحيح صح؟ الان رجع الطلبه تعافى عاد الى الواجهه من خلال 3-4 مواسم الاخيره. استاذ علي الطلبه على مدار 20 سنه صح اتفق بدون الالقاب مو القاب بدون منافسه. يعني احنا العام مركز خامس او العام احنا هسه احنا زين يمكن جمهور الطلبه لو غير نادي والله يندثر ماكو بعد اصلا جمهور. الله يساعد. اقاطعك عندي لقاء ويا زميلك اسلام الفتلاوي تحياتي من تحكي قلت له اني عندي نفر من جمهور الطلبه يحضر للملعب احسن من جمهور حديثين التشجيع يقبطون الملعب. قال ليش؟ قلت له لان من 2001 لحد الان ما ماخذين بطوله يازرون فريقهم. يعني هذا المحب الحقيقي. استاذ علي اليوم الجمهور لمن يجي؟ يعني بربك جمهور الجويه جمهور يعني قاعده جماهيريه كبيره. الموسم العام يعني صارت مشاكل عندهم سوء نتائج 21 تشوف هذا جمهور الجويه اللي صح يعني جمهورهم يعني قل الحضور عندهم. هل يعني واحد يقلل من جمهورهم؟ اليوم النتائج والالقاب هي تجيب الجمهور. طيب خلي اسالك شو وقت اشوف الطلبه بطل دوري؟ صعب مو سهل صعب. يخلي يعطيني يعني امل. الطلبه ياخذ الدوري تعرف شو وقت استاذ علي؟ اول شيء تجي اداره رياضيه متفهمه الوضع النادي. هسه الحمد لله هسه احنا كديون على النادي ما عندنا خلصنا من تراكمات علاء كاظم لليوم. انتهت نهائيا لحد اخر البارحه مال موضوع احمد خلف. طلب الان 1000 ما مطلوب. ممتاز. فاحنا اليوم نتمنى يعني اداره طموحه اداره واهم شيء الاموال الميزانيه. احنا وزاره التعليم العالي الوزاره الوحيده اللي ما عندنا استقطاع من الجامعات. يعني احنا علاء كاظم تحياتنا له هو هداف النادي التاريخي واسطوره النادي. ربطنا بوزاره التعليم العالي وزاره استاذ علي ما تدعم ذاك الدعم. يعني هذا الموسم 4 مليارات تنقاس بالزوراء بالجويه بالشرطه يعني كلها مؤسسات هي. الزوراء هم 4 مليار. الزوراء هم 4 مليار. اكو دعم يعني للانديه عكس الطلبه. احنا فقط وزاره التعليم ياخذ 4 مليار مجلس وزراء قرار. شنو الدعم؟ دعم الا اجتهاد اداره مثلا تروح تجيب سبونسر تجيب رعايه. وهذا قصدي. اداره متفرغه اداره رياضيه اداره تعرف شلون تجلب الاموال وتصرف على النادي بصوره صحيحه. انا اليوم مو كثره اموال وما اعرف اتصرف. من افضل رئيس نادي مر على اخر 10 سنوات بالطلبه من وجهه نظرك؟ مو اخر 10 سنوات من 2000 لليوم انا عندي شخصيا و90% من جمهور الطلبه الدكتور علي حميد هو الافضل. تحياتنا له. صح ما اخذ انجاز مركز ثالث فارق نقطه على الجويه قبل 3 سنين. مو انجاز ما ينحسب انجاز لنا بس بميزانيه 1.5 مليار. تمام. امير هذا الموسم شنو اللي صار بتعاقدات الزوراء؟ فتحتوا تشيس ايش صار؟ يعني التعاقدات مو مال 4 مليار. لا الحمد لله والشكر
احنا هذا من فضل ربي. اي لا الف الحمد لله والشكر. احنا شوف كابتن، يعني حتى ما نبخس حق الاخ محمد مثنى ابو ادم وحسام علي، دولي يعني قادوا النادي بمرحله، وياهم بقى الاخ حيدر شنشول، حيدر السوداني رئيس النادي ابو نور المحترم، وهذا محب للنادي، يخاف اكو عالم ما تعرفه، احنا ناس نعرفه وابن خير وعنده علاقات ورجل اعمال، مشى الفريق زين وجاب لاعبين. شو يحكي ويضحك؟ يضحك يا ليش؟ يضحك. فريق يعني حسب الجمهور، حسب معاناه جمهور الزوراء، كل جمهور الزوراء بدون استثناء، لان هو شلون يقول لك بقلب الحدث جاب لاعبين اللي يشوفون الغلي. يعني البارحه اباوع عليه والله يمكن هذا تنزل الدمعه من عيني، شلون يجر اي لاعب هيك اريدك تسوي هيك يقول. قلت شوف الحمد لله والشكر كانوا ما يوصلون للاعب، يعني رئيس نادي او ما يوصل للاعب، ما يحفز لاعب يقول له اريدك تقول هاي. فهم بقت علاقاته هو يريد ينجح، فايش قد جاب صرف هو يريد ينجح. هاي تحس هذا فريق الزوراء هذا الموسم فريق لقب؟ كابتن ما انا قلت لك بالبدايه، انت جايب 3 لاعبين صاعدين كاس عالم زين الاردنيين، جايب لاعب من البحرين، اضافه الى توميو وكلارنس، وهسه سمحوا للزوراء والشرطه اضافه لاعب محترف سابع. ها ومن جلال هو راس الهرم جلال حسن، والباقين اللاعبين عندك محمد قاسم، عندك فرغان، عندك قوقيه، هاي اللاعبين كرار نبيل سعدت القائمه. هاي القائمه فريق لقب بيهم، لان هم العام نافسوا. احنا العام كنا نطلب بس تطلع الاداره، لا نافسنا اخر 3 لعبات. منو راح يكون منافسكم هذا الموسم؟ منافسنا هو الدوري صح قوي، بس هم ما يخلون الاربعه. لا هو 4 اريد فريق الاربعه فريق سينافس الزوراء. شرطه يعني مو القرمه مثلا او الجويه او الطلبه او زافه. القرمه علاقتي وياهم كلش طيبه، يعني ويا الرابطه يحكوا واقع. لا القرمه شنو غير طو سياره المفروض يذكرهم. شو على سيارتي بي ام 95. ما اتهموك انه اخذت سياره؟ والله اتهموني صح لو لا؟ اتهموني. الناس امير المؤمنين سلام الله عليه ما اقيس نفسي، الذرايه المداسه ما اوصل. ها انطبر بالمحراب والجماعه قالوا هل كان علي يصلي؟ فاني ويا السيد الحلبوسي كزورائي احبه واموت عليه كزورائي. زين كزورائي، بس تقول لي لا ويا القرمه ولا لا، انا زورائي. ليش اتهموك بعد اللي صار باللقاء؟ ليش انت دائما كل تحركاتك مرصوده امير اخذ اكون صريح وياك. بالزوراء اني يقول لك الشجره المثمره ترمى بالحجار، يضوجون من عندي. يعني منك من الزوراء؟ لا مني انا منك شخصيا؟ اي مني هسه خوب. احدى المباريات الجماهيريه انا ما حضرتها. يهتفون علي امير الحلبوسي جطاك، انا ما حاضر المباراه. فمناديهم بالمايك عقيل المالك يا اخويا، قال لهم ترى امير ما حاضر المباراه. يعني صار يعوفون نادي الزوراء الهتاف على امير. زين مثلا اني واقف اشجع ويدز عليك رئيس مكون زين مثل اخواننا انفسنا، سماحه السيد السيستاني الله يحفظه قال انفسنا، صح لو لا؟ زين احنا خوالي ماخذين من السنه، عمامي ماخذين من السنه، ومو صايره سنه وهيج، واحنا عراق واحد موحد من الشمال، ما عندنا فرق. فيضوجون من يدز عليك السيد الحلبوسي ما اروح له؟ لا اروح له وجاني وقدام العالم قدام القنوات شكو به. يعني انا مثلا اي شخص بوسط الرياضه يدز علي اروح له بوسط الرياضه، مصلحه ناديه، بس وين هالسياره؟ وللامانه هو الحلبوسي يعني اعلنها. والله انا بالنسبه لي قال انا زورائي وداعم للزوراء، ويمكن انطى للاداره في وقت. انطى؟ اني بلساني
قلت له انطي للنادي وقدام الاداره والكادر التدريبي كلهم وبشهود الكباتن. يعني اللقاء مثمر. اي والله شهد الله. ابو ريكان يعني بس ازعج الجويه هذا اللقاء للامانه. هو زورائي يا اخي، يعني هو زورائي. مثلا منو ذكرني؟ مثلا الاخ ضياء الحلفي صديقي ابو علي، هم رجل ابن خير، يعني مو يشجع الجويه؟ ها صحيح صح لو لا؟ انت شو مدنك ويانا علينا؟ انا اريد الختمه غرالي. هي هاي الختمه. لا انا اريد يعني حصتي يعني منو عندكم انتم بالطلبه؟ منو مثلا؟ هوايه ناس تشجع. اي صح. مثلا تروح لاقليم كردستان، تجي من دولة الرئيس مسعود برزاني مسؤول، ذولي مو يشجعون انديتهم؟ دعم السياسيين للادارات او للانديه الجماهيريه ظاهره سلبيه لو ايجابيه من وجهه نظرك؟ شوف انت اليوم لا تدخل بالوسط الرياضي وتميل مثلا تميل للجويه على الزوراء وتميل على الزوراء على الجويه، ذولا هرمين قطبين الكره العراقيه. زين. مع احترامنا للحلبوسي، لو شي يسوي القرمه ذاك يوصل، لو شي يجيب ما يوصل للمربع وخلي يشتري، يعني يشتري مثل المباريات، يشتري لاعبين موجوده ما يوصل لقوه جويه. احنا قوه جويه بعد هو ما صاير احنا تاريخ. لا مو هو من حكى هنا على كلام. لا هو كان، لا هو يعني كان مشجع للزوراء حتى هذا وبعد ما صار قوه جويه موجود. هو يعني هسه هو ذا كان محب مثلا للزوراء، انا قبل الزوراء قوه جويه، وذا كان هو رئيس نادي للقرمه وداعم للقرمه، انت بعدك ما موجود. احنا القاب اسيويه والقاب محليه والقاب عالميه وعسكريه، فانا ما اريد اذكره اصلا. ليش تستفزكم حركه رجل يحب نادي ودا يشجع؟ ليش ما يجي؟ قائد القوه الجويه مو مسؤول. اخ علي لا جابه قائد القوه الجويه، هذا مكون من وزاره الدفاع، هذا عنده حزب، هذا جيش عراقي مدافع عن البلد. الاخ دخل بحزب، والحزب احنا ما نريد ندخل بهاي الامور. حتى جماعه الحلبوسي يحجون علي والجويه، اخي ما اريد اتطرق له ولا اذكره باسم، اذكرني جاوبني على الجويه. قل لي انت منافس، انت لا تجيب لي انا ما ينعاد جويه. هو القرعه انصفتكم جيده؟ شوف القرعه مهما تكون، هو بعد يعني سووا قرعه والرؤساء الانديه حاضره، وهذا اللي طلع نصيب كل نادي، ان كان الزوراء وجويه او شرطه او طلبه او المحافظات راح تسافر. هذا لازم ترضى، لازم نقبل. بس احنا كقوه جويه علينا ننافس، وعلينا انه نعمل جد، لان اللاعبين اللي موجودين عندنا نخبه جديده، ونطالبهم من يحمل دريس القوه الجويه. دريس القوه الجويه كبير وبي يعني شعار وبنجمات ما محققتها كل الانديه الموجوده بدورينا، مع كل الاحترام لهم. فعلى اللاعبين اللي موجودين اللي راح يمثلون القوه الجويه، خلي من يلعب اي فريق قدامه يعرف معنى القوه الجويه شنو. لان اكو انديه هسه طلعت اللي هسه ذكرتهم يقولون الجويه خافوا. انا لاعب طاجكستان ملعب قبط عليه 22,000، جبت بطوله للعراق وجيت. فاللي يريد يقلل من شأن القوه الجويه هذا مو رياضي. جويه كيان، زوراء كيان، شرطه، الطلبه. انا عندي دقيقتين، خل اختم بسؤال، ومن كل واحد يجاوب باستثناء امير ما راح اساله. منو زعيم الكره العراقيه كمشجع لزاخو؟ زوراء. طو ميديم بشرفكم بس خلينا نسمع. منو زعيم الكره العراقيه؟ زوراء. عز الله. زين الشرطه واللي صار خليني اسال علي. منو زعيم انجلترا؟ ليفربول عنده 6 ابطال اوروبا. منو زعيم اسبانيا والعالم؟ ريال مدريد عنده ابطال اوروبا هو من سيدها. منو زعيم العراق اللي عنده بطولات خارجيه؟ يعني انا عندي 3 اسيويه، لا زوراء ولا كل الانديه تملك. زعيم الكره العراقيه الجويه؟ احنا المصدرين الزعامه، احنا اول نادي واحنا المزعم. كمل محمد حطيتك اياها على السريع. لا احنا نحكي واقع كمحليا. زوراء. عز الله. المسلسل باب الحاره ابو ظافر، اسمه ابو ظافر، كتر روحه وراد يصير زعيم. فما صار زعيم، بقت الزعامه لمن؟ لابو عصام. فالزوراء زعيم الكره العراقيه. حي الله الطلبه، وحي الله زاخو، وحي الله الجويه، وحي الله معرض. شكرا جزيلا.
قناة الفرات برنامج كرة. شكرا جزيلا لضيوفي، شكر موصول لكم، نلتقي غدا، السلام عليكم ورحمة الله.